ليلة العيد مختلفة المرة دي عن أي عيد، لأنه جاي في يوم جمعة، ويوم الجمعة دي هتبقى الجمعة رقم 277 من فوزنا على نادي الزمالك في ليلة العمر أو نهائي القرن في بطولة دوري أبطال أفريقيا. ولكن كمان المباراة دي ليها كواليس وحصريات وحاجات كتير حرفيا مرعبة. قبل المباراة ب 48 ساعة ما تعرفش مين اللاعب اللي عندك اللي ممكن يبدأ المباراة، ومين اللاعب اللي ممكن يغيب عن المباراة، ومين اللاعب اللي ممكن ما يكونش ليه أي وجود في خلال المباراة. يأتي غياب عندك واحد من أبرز النجوم وقتها أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة اللي ما كانش بيلعب باستمرار. في الناحية التانية نادي الزمالك يغيب عنده محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما. ليبتدي المباراة بيوم 27 ليلة القضية، كلنا داخلين متوترين خايفين مرعوبين، سواء أهلاوي أو زملكاوي. نبضات القلب عندك بتتسارع، خايف من الهزيمة. انت أيوة، أنا كأهلاوي عارف إن أنا كعب عالي على نادي الزمالك، ولكن المباراة دي ليها كواليس وليها شعور مختلف تماما عن أي بطولة، عشان خاطر انت بتلعب قدام نادي الزمالك، ونادي الزمالك بقاله كتير جدا ما فرحش بسببك. فالمباراة دي ليها كواليس مختلفة. تبدأ المباراة بغياب أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة، وهم يلعبوا بدون محمود حمدي الونش اللاعب الأساسي بتاعهم وعبد الله جمعة. تنزل المباراة، تبدأ تركب المباراة كالأهلي كعادته بشخصية الأهلي. في أول ربع ساعة تقدر تخطف هدف لعمرو السولية، ثم الآية تتقلب على النادي الأهلي، والأهلي يبدأ يدافع ويرجع لورا مش عارف يطلع كورة من رجله صح. وكلنا كنا عمالين نتكلم وازاي ده الأهلي، ولازم الأهلي يلعب كورة أكتر من كده، وإن الحقيقة والأمانة نادي الزمالك كان أفضل من النادي الأهلي في الوقت ده في خلال المباراة. ثم شيكابالا يجيب مركز شيكابالا بهدف عالمي من شيكابالا، وكلنا قاعدين بما فيهم الشناوي قاعد بيبص لنا، يقطم من ناحية اليمين وبوش رجله الخارجي في ال90. ثم المباراة تنقلب 1-1، ثم نبضات قلبك وحالة الاطمئنان تبدأ تتغير في لحظة، انك خايف انك تخسر من جمهور ولاعيبه نادي الزمالك، لان جمهور بعد هدف شيكابالا وفرحه الزمالك والزملكاويه بالهدف الاسطوري اللي شيكابالا جابه. بعد فرحه شيكابالا بالاخص بدات الدنيا تتغير والمود يتقلب علينا كاهلاويه، وحسينا بخوف وحسينا بدنيا ضلمه تماما. خدنا نفسنا بين الشوطين في مباراة للتاريخ حرفيا، وعمرها ما يبقى فيه مباراة تاني بين الأهلي والزمالك بالطريقة دي. حتى لو نهائي القرن أو نهائي أي بطولة أفريقية جه تاني، عمره ما يبقى بالظروف دي. النادي الأهلي غايب عنه بطولة دوري أبطال أفريقيا 8 سنوات، ويجي قدام فريق زي نادي الزمالك غايب عنه بطولة أكتر من 18 سنة. فأمور كلها كانت مش مظبوطة ولا بالمرة. فكان فيها حرب نفسي كبير جدا بين جمهور الأهلي وجمهور الزمالك. ثم الشوط الثاني يبدأ مباراة، تبدأ نادي الأهلي مش عارف يعمل حاجة. نادي الأهلي بيلعب بيدافع مقفل، مش بيهاجم مش بيخاطر. ثم فرصة لمروان محسن. شو بتعمل يا مروان؟ كلنا عارفين الإفيه جامد جدا بتاع عصام الشوالي. وفرصة بعدها لزيزو في العارضة في القائم، وقبليها فرصة بدقيقتين لحسين الشحات. شو هالعظمة، شو كل حاجة ممكن ما تتخيلهاش في الكورة حصلت في الكورة دي. بينك وبين الجون أقل من متر، والكورة تيجي في العارضة وترجع محمود علاء يطلعها بطريقة مش ممكن. على الحظ اللي كان مع نادي الزمالك في الفرصة دي. ولكن المباراة تمشي والدنيا تروح، وفرصة هنا وفرصة هنا، وانت كجمهور قاعد على أعصابك، قاعد متوتر وجايب آخرك بالمباراة. إحساسها لسه موجود معايا وأنا بحكي لكم دلوقتي.
ثم الدقيقة 85 و84 ثانية الكورة تقف وتيجي وتتظبط وتبقى بسبوسة وقشطة على وش رجل محمد مجدي قفشة اللي ما يرحمش بقلبه ولا بعينيه ولا بأي حاجة. الحسنة الوحيدة اللي محمد مجدي قفشة عملها في حياته هي الجون واللقطة ده، لأنه جابوا جون في نادي الزمالك كسبنا، جاب لينا بطولة كانت غايبة عننا بقالها سنين كتير جدا، وكمان كان مؤثر في المباراة دي. والفترة دي أعتقد إن أحسن سنة لمحمد قفشة في تاريخه وفي مستواه. تجيب الهدف، تتقدم على نادي الزمالك، الدنيا تبدأ تتقلب، المباراة تبدأ تلعب، نزول كهرباء، ينزل يكهرب الماتش، يتخانق، الحكم يصفر. لحظة إن الحكم يصفر دي أنت خدت بريق من الراحة والاطمئنان والسعادة الهستيرية مستحيل، يعني شعور بالسعادة غير طبيعي. عواقب المباراة دي على الطرفين، الأهلاوي رايح شغله مبسوط ونفسه يقابل صاحبه الزملكاوي في الشغل وما بيقابلوش لأنه خد أجازة أسبوع 3 أيام شهر بعد المباراة دي، لأنه عارف إن هو وشه خلاص اتحرق أو اتشوه من مش هيعرف يبص في وش أخوه الأهلاوي اللي هيفضل يزيط عليه ويحفل عليه، وإن هي مباراة للحقيقة تستحق التحفيل وتستحق إن هي تكون مباراة للتاريخ. الجمعة دي يوم سعيد علينا كمسلمين، ولكن هتبقى أسعد علينا بأنها ليلة أهلاوية خاصة. فليلة نهائي القرن كان يوم للتاريخ ويوم لن ينسى ولن يمحى. وكزملكاوية ممكن يزعلوا إن إحنا بنحتفل بالجمعة رقم 277، بفكرك على يوم نهائي القرن. صلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتكون مباراة للتاريخ، مباراة للعمر، مباراة عمرها ما تتذكر، عمرها ما هتتنسي، عمرها ما هتتمحي، لأن إحساسها وشعورها جواك لحظة للعمر. فبما إن بكرة العيد ويوم سعيد علينا جميعا، كنت حابب أفكركم بيوم سعيد علينا كأهلاوية والكل محب الكورة قبل 90 دقيقة. ولكن بعد 90 دقيقة في ناس كتير جدا فرحت، وفي شوية مش كتار قوي زعلوا، لأن نادي الزمالك يملك بعض الجماهير الكبيرة ومش الكثيرة قوي زي الأهلي، زعلوا. وهارد لك يا زملكاوي، كنت حابب أفكركم بليلة من أسعد الليالي عندنا كأهلاوية. سلام.